شو عم بيصير مع ضحى؟ وشو هاللايفات اللي عم تطلع فيها؟ ولا اللي عم تعمله هو رد فعلها بعد طلاقها من ماكس؟ تابعوا الفيديو للأخير لحتى نشوف شو القصة مع بعض. هاي جايز، كيفكن؟ اشتقتولي؟ وأنا كمان كتير اشتقت لكم. قوموا جيبوا أكلاتكم وسناكاتكم لحتى نبلش بفيديو اليوم. فيديو اليوم رح نحكي عن ضحى وماكس. ضحى وكينيا، شو اسمه؟ كانيتا. أول شي خلونا نعرف مين هي ضحى. مين هي ضحى؟ ضحى هي تيك توكر تونسية مواليد 98. بلشت مسيرتها بالتيك توك بال2019. بلشت شهرتها تزيد أكتر وأكتر بعد ما تعرفت على ماكس اللي هلأ هو طليقها. تمام، كانت تفتح معه لايفات وبلشت قصتهم بتلميحات وحب ومعشق، يعني علاقة حب علنية على السوشيال ميديا. وحاليا واصلة لأرقام خيالية ما شاء الله. يعني على تيك توك عندها أكتر من 15 مليون، وعلى انستغرام عندها 3.5 مليون تقريبا، وعلى يوتيوب عندها نص مليون. ما كنت بعرف انه اللايفات بتوصل لهالارقام ما شاء الله. والمشكله بموضوع اللايفات انه الواحد اذا بده يفتح لايف جايز لازم لحتى ينجح باللايفات كل يوم يفتح لايف مثل فرض الصلاة، ومو ساعة نص ساعة، لا بدك تقعد 3-4 ساعات مثل الله واحد، ظهرك ينخلع ورقبتك تنكسر، فانه الموضوع كتير متعب. مثل ما قلت لكم بلشت شهرة ضحى تزيد بعد ما تعرفت على ماكس عن طريق لايف، وصاروا يفتحوا كل يوم مع بعض، واعجاب وحب قدام خلق الله، واي في شي بعيني وشو اللي بعينك مو قادرة تشوف غيرك وكل هذا الكلام. غير هيك انه بحس في قلة مصداقية بالموضوع. ما بعرف، بحس الشي مو مريح. كيف انا اطلع مشاعري قدام خلق الله؟ بحس الموضوع لا. المهم، فهذا الاعجاب تحول لحب، من حب تحول لخطبة، من خطبة تحول زواج كبير. وطبعا هن لانه انعرفوا عن طريق اللايف الناس صارت تحبهم، فحتى بعلاقتهم الزوجية كانوا ناشرين امها. او ماي جاد، مع انه انا شخص كتير بحب صور وفرجي وروح واجي وهيك، بس انه بحس في شي هيك جزء مني بحب الخصوصية. وطبعا لانه تعرفوا على بعض علنا وحبوا بعض علنا وتزوجوا علنا وتطلقوا علنا، ومشاكل وصريخ وبهادل ومحاكم وراء طلاق كانت علنا، فشو بدي لكم شي كتير اكابري. واللهم لا تعييب ولا شماتة ولا استغابة ولا شي يا رب. وطبعا كل هالموضوع صار بنهاية السنة الماضية، يعني من كم شهر. المهم هالضحى صار لفترة منيحة عم تطلع لايفات على التيك توك مع شاب اسمه كانيتا. هذا الشاب من أمريكا اللاتينية، عمره 26 سنة، يعني شاب صايع ضايع كله تاتويات، وبيقعد بيرقص رقص بيخزي قدام العالم. يعني شو بدي لكم، يعني أسوأ مثال لجاك ريفيل اكس. وطبعا هو بيحكي اسباني وهي بتحكي عربي، فانه لكم ان تتخيلوا انه هن بيحكوا مع بعض بجوجل ترانسليت. ما عم بمزح، تعالوا فرجيكم. الناس يتحدثون انك تحب البنات كثيرا. La gente dice que te gustan mucho las chicas. Muy diferente. لدي شخصية تفعل ذلك، ولكن الشخص الذي بداخلي مختلف تماما. وهي كيف ستصدقك وهي ترى الشخصية التي يراها كل الناس؟ شي بفرفط الروح وبيعلي القلب. انه تخيلوا اذا انتم بدكم تحكوا مع حدا تقضوها بالساعات وانتم عم تكتبوا وتترجموا وتشغلوا الصوت، يترجم هو يسمع، يرجع يكتب، يرجع يترجم، ويا دوب يحكوا مع بعض شوية انجليزي والباقي كله جوجل ترانسليت. او مرات انه هي بتحكي مع متابعينا بيروحوا لعنده وبيترجموا له، والعكس الصحيح. واللي بيضحك اكتر انه الفانزات طايرة عقلهم، او ماي جاد وشوفوا كيف لمحله وشوفوا كيف رمتله بوسه وكيف قاتله بدي اتزوجك. خلوني فرجيكم. كانت me and you married. What? Me and you no amigo. Me and you love. No, انا Ramadan. وياك مش اصدقاء، نتزوج. Love. I love you كانيتا. Me and you married forever. Yes? Yes. تفضل. Yes, kiss me. Come. وهون كانيتا بيفاجئ ضحى وبيجيب لها فرقة موسيقية بيعزفوا لها وبوكيه ورد، واتفق مع اخواتها يفوتوا عليها ببوكيه ورد ودباديب. فانه خلونا نشوف رد فعلها. For you, do this. وهون لما ضحى زعلت من كانيتا وهو قرر يراضيها، وحذروا شو عمل. تعالوا نشوف شو عمل.
او ماي جاد، نزل على ركبته وقال له سوري. ابداع ابدع. يا الله لا كتير. وانه هو يعني شال الطاقية ولعب بشعراته، فانه هي انه اجتها الضحكة وخلص فرطتها ورضيت انه بليز شو عم تعملوا. كتير هيك كتير لا كتير. يا الله هون شو انا ضحكت، يعني انا ما خصني واجتني الضحكة. قال شو مترجم عم بيترجم بين ضحى وكنيتا. بالله شوفوا. مستعد أغير ديانتي من أجل ضحى. حكى لي إذا أنا الموضوع دين، إن ديني يختلف، أنا بغير ديني عشان ضحى وبصير مسلم. والله العظيم هلا حكى لي، قال لي أنا بعمل أي شيء لأجلها. قال لي إحنا أصدقاء، إحنا هلا أصدقاء، بس قال لي بلشت أشعر بشيء بعرفش ليش. قال لي أنا بطلع مع كثير بنات، بس هاي البنت غيرت إشي. عايش المشاعر أكتر منهم يعني، والله العظيم عم بيعبر أكتر من هذا. كانيتا. بدي أقرأ الكومنتات عن جد. ذمة المترجم واسع أقسم بالله. أنا حاسة إنه المترجم يعبر عن شعوره، هو مو شعور كانيتا. المترجم متحمس أكثر من كانيتا نفسه عن جد. أو ماي جاد عن جد مترجم، هاد شعور المترجم. عن جد. وطبعا بعد كل هاللايفات والفيديوهات اللي صارت فايرل بكل مكان وانتشرت بكل مكان على الفور يو بيج واكسبلور، الناس انقسمت لنوعين. اول نوع صار يقول انه برافو هيك عم تتحسني، رجعي حبي وتمعشقي، بتستاهلي، بيلبقلك، شو كيوت، ما احلاكم مع بعض. وناس او النص الثاني صاروا يقولوا انه انت شو عم تعملي ويا عيب الشوم ولسه ما لحقتي ومن فترة طلقتي وانه احترمي حجابك ونحن عرب. خلوني الكم رأيي بخصوص انه هي طالعة لايف مع شاب امريكي لاتيني. اتس اوكي، بس انه الموضوع يتحول لمشاعر وحب، سوري بس انتي كنتي متزوجة واحد تعرفتي عليه بنفس الطريقة وما كملت واتطلقتوا بنفس الطريقة. جايز حتى الجملة اللي قالتها لميكس انه في مشكلة بعيني وابصر شو، رجعت عادتها لهذا اللاتيني انه شو عم تعملي. خلينا نكون حاطين ببالنا انه هاللايفات هي ممكن تكون حقيقية بكل مشاعرها، واتمنى لا، وممكن تكون فيك وتمثيل بس كرمال الدعم والمشاهدات. خلونا ناخد الافتراض الأول إنه كل هاللايفات وهالشغلات هي حقيقية بكل مشاعرها. إنه بليز شو عم تعملي؟ إنه أنت علاقتك السابقة مع طليقك بلشت على اللايف، عجبتوا ببعض، حبيتوا بعض، خطبتوا، تزوجتوا، صرتوا ببيت واحد واتطلقتوا، كله على اللايف. ليش عم بتعيدي نفس الشي مع واحد لاتيني؟ إنه نتزوج ولا ما تبوسني نحنا برمضان شو هالحركات؟ نحنا منضلنا عرب. هالحركات وهالشغلات هي كتير بايخة. ولما الناس هاجمتها خلونا نشوف شو ردت. تعرست وطلقت ونعاود نحب ونعاود نطلق ونعاود نعرس. مش جيبوا هيلي ليه نلزمني نعرس ونطلق وما عادش نحب ليه؟ نعرس ونطلق ونعاود نحب ونعاود نعرس ونعاود نحب اللي نحب عليه انا، اللي مخي يركح له. صح، هي وحدة تزوجت واتطلقت بحق لها ترجع تحب وتبلش من جديد، هذا الشي مانو غلط، بس الطريقة اللي هي عم تعملها كتير غلط. انك تفتحي لايف وترجعي تعيدي التاريخ نفسه ذاته كتير غلط. ايه ده اوكي، قال كلمة حرام، عمل حاجة عيب، اوكي يا سيدي يا ولد الناس انا نصلحه. اما يمثل، انا بدي نمثل اكثر من يعني انتي مو عاجبك تعليقات العالم؟ ما انتي هذا الشي عم تعمليه قدام العالم، اجباري بدهم يعلقوا. نستغل فيه، انا هي اللي نستغل فيه. هو فيش يستغل فيا؟ انا يستغل في دي. عمركمش مرة شفتوني 3 مرات ناخذ التوب ورا بعضه. هون عم تقول انه حتى لو الموضوع تمثيل فانا عم بستغله اكتر مما هو يستغلني، بمعنى انه هي عم تستفيد اكتر مما هو عم يستفيد منها. بس انتي مو شايفة انه الطريقة مش تمام؟ هلأ خلونا نفترض انه كل هذا تمثيل وفيك كرمال المشاهدات والمصاري. هل انتي بتشوفي انه هذا الشي بيستاهل؟ يعني ما بتخافي على حالك لقدام، مستقبلك، عيلتك، زواجك، ولادك؟ يمكن تستوعبي غلطك لقدام، بس اللي انتي عم تعمليه هلأ انه ما بيليق بالواحد.
حتى في كتير ناس قلبت عليها وصاروا يقولوا لها منيح انه انتي وماكس طلقتوا، منيح انك انفصلتي عنه، منيح انه انتوا بطلتوا مع بعض، ماكس بيستاهل واحد احسن منك. يعني حتى اذا بعلاقتها وزواجها وطلاقها من ماكس كانت هي الصح، قلبت هذا الموضوع ضدها. خلونا نفترض انه ضحى بتعمل كل هالحركات كرمال تغيظه للاكس طليقها وتجاكره وهيك، يعني حركات بنات. ما لقيتي الا هاد؟ حسي المستوى. يعني لما البنت بدها تجاكر الاكس بتجاكره بحدا عليه القيمة، مو هيك تجاكره بواحد يتزوجها، مو هالهبل هاد. صح ولا لا؟ تتذكروا بداية الفيديو لما قلت لكم انه طلاق ضحى كان كتير صعب، عبارة عن دموع وزعل وصريخ ومحاكم وقال وقلت له، فطلاقها كان صعب. فانا بعتقد من وجهة نظري الشخصية انه الشيء اللي هي عم تعمله ان كان حقيقي او فيك فهو عبارة عن رد فعل. كيف يعني؟ انا بحكي لكم. لما الشاب او الصبية يكونوا بعلاقة، ان كانت حب، خطبة، زواج، وبعدين ينفصلوا، يتطلقوا، يتركوا بعض، هذا الشيء بيعمل لهم رد فعل، وهذا الرد فعل بيختلف من شخص إلى آخر. بمعنى خلونا نبلش بالبنت مثلا. البنت بعد ما تنفصل من علاقة أو تطلق أو تفسخ أو whatever، يعني بيكون في عندها رد فعل مثلا إنه هي تعمل بلوك، أو تمسح صور، أو تقص شعرها، أو تصبغ شعرها، أو مثلا إنه تختلف طريقة لبسها. إذا بتعرف إنه الشخص اللي كانت معه بيكره شغلات أو كان عنده قوانين بشغلات بتصير هي تكسرها. ربما الانحراف قليلا. يمكن تحكي مع شباب، رد فعلها غلط، بس هي بتكون بفترة غضب وزعل فبيطلع رد فعلها بطريقة غلط. ونفس الشيء الشباب على فكرة. الشباب مثلا ممكن يحلق شعراته، يصير يروح كل يوم على النادي ويصير بده يضخم ويعمل عضلات، ممكن يصير يحكي مع كتير بنات، ممكن يصير يعمل شغلات كان بيعرف انه الاكس او خطيبته او زوجته طليقته بتكرهها يصير يعملها، فانه هي كمان اسمها رد فعل. هلا اغلب الاحيان بيكون رد الفعل سلبي، بس كمان في ردود فعل بتكون ايجابيه، بانه الواحد يحب حاله اكتر، يدلع حاله اكتر، يسافر اكتر، يهتم باحلامه، طموحه، اهدافه ودراسته، وعادي يكون الاثنين على فكره بنفس الوقت. فاللي بشوفه انه ضحى اللي عم تعمله هو عباره عن رد فعلها بعد فتره ضغط وزعل وحزن من طلاقها. وطبعا عادي رد الفعل يكون بالبداية إيجابي بعدين يصير سلبي، أو سلبي بعدين يصير إيجابي، أو مثلا الاثنين مع بعض بتصير. هل اللي هي عم تعمله صح؟ أكيد لا. هل هي وعيانة صاحية على اللي عم تعمله؟ صراحة ما بعرف، بس إذا ما لا وعيانة رح يجي يوم وتصحى وتوعى أنه كل هذا كان رد فعل. انتو شو رأيكم بكلامي؟ بتأيدوني ولا لا؟ شو رأيكم هلأ فرجيكم كلام ميكس على اللي عم تعمله ضحى؟ تعالوا نشوف. انا بدي اقول لكم شغله، تمام؟ انا ميكس قدامكم، حلو؟ مستحيل اني ارجع على التيك توك واعمل وارجع افكر اني اعمل قصه حب ولا ابصر ايش ولا نطلع ونصير. وانا قررت قرار اني اتجوز بنت مش من سوشيال ميديا. صراحه كلامه عليه عين العقل، وانه تعلم من تجربته السابقه. وهل هذا يعني انه ماكس ما عنده رد فعل؟ لا، أكيد عنده رد فعل، أو أكيد كان عنده رد فعل، بس يمكن ما كانت علنية. للأسف رد فعلها لضحى كان علني قدام العالم. وبس والله هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اعطوني رأيكم بالكومنتات، كتير عبالي أعرف إذا أنتم بتتفقوا معي ولا عندكم وجهة نظر ورأي تاني. احكولي بالكومنتات. وبس إذا كانت هي أول مرة بتشوفوني فيها، فأنا اسمي جودي، وهي قناتي اني احطكم قدامي ونقعد نحكي وناخد ونعطي واسمع رايكم، تسمعوا رايي وهيك. فما تنسوا تشتركوا بقناتي، وكمان تعملوا لي فولو على الانستغرام لانه انا دائما اكتف هنيك. تمام؟ وبس يلا باي جايز. تخيلوا لسه ما لحقت لبست بيجامتي، بدي امسح الميك اب ولا بيطلع لي فيديو على التيك توك. ولهنا تنتهي اجمل قصة حب بالعالم. ما لحقنا نقرا كومنتات على السريع. ما انتهت يا جماعة، شوفي كأبتوني اقسم بالله. الحين خلاص ما عاد نشوف لايفاتهم مع بعض. كيف اتخطى؟
لا لم تنتهي، هي قالت علاقتي به ستتواصل بعيد عن اللايفات. اوكي، انا اللي مريحني اساميهم ما زالت في البايو. ليش هن حاطين اسامي بعض على البايو؟ لا بدي شيك. I don't know. هذا اللي كاتبته اسمه؟ اكيد لا. طب كيف نتأكد؟ كيف نطلع حسابه هذا؟ كيف نطلع حسابه؟ لحظة. كانيتا عن جد حاطط اسمها على البايو. اوكي انا فهمت شو السالفه، انه هن رح يبطلوا يطلعوا لايفات مع بعض لانه ضحى صار يوصلها انه مسبات من العالم على عيلتها، انه صارت الناس تغلط على عيلتها، فقالت انه انا رح ضلني على تواصل معه بس بعيدا عن اللايفات. وهو قال انه اجاه تهديدات والله اعلم، فانه ايه انه هن رح يكملوا تواصل مع بعض بس مش علنا. والله هذا الاحسن صراحه اذا موضوع حقيقي، فانه ايه. انا كانت صدمة حياتي انه حاطين اسامي بعض على البايو، انه مو لهالدرجة، او انا مستسخفة الموضوع ما بعرف صراحة. بس انه عموما هلا هنن اذا علاقتهم حقيقية حيكملوا خلف الكواليس مش علنا، وما يستغلوا علاقة بعض بالمشاهدات والفلوس، فانه ايه الله ييسر لهم وبس. والله يلا تصبحوا على خير.